عارف مين اللي هينجح وهيجيب مجموعة في الثانوية العامة؟ مش اللي بدأ بدري أو اللي بدأ من شهر 8، لأ، ولا حتى اللي بياخد 10 دروس. طب أدام دول مش هينجحوا، أمال مين اللي هينجح؟ هقولك. بس صلي على النبي بس الأول وكمل معايا الفيديو للآخر، وأوعدك إن تفكيرك هيتغير بعد الفيديو ده. اللي هينجح بجد هو اللي فاهم نفسه، هو اللي بنى خطة، هو اللي كل يوم بيقف قدام ضميره وبيقول أنا عملت اللي عليا، طب أنا مقصر في إيه النهاردة؟ ويبدأ يشتغل عليه. الناس فاكرة ان السر انك تبتدي بدري، لكن الحقيقة ان السر في انت ماشي ازاي. يعني مثلا طالب بدأ من شهر 8 بس مفيش خطة، مفيش تنظيم، وحتى مفيش اهداف، مشاعره فوق وتحت، يوم يذاكر ويوم لأ، 4 ايام يقعد ويوم يذاكر، فده زي اللي بيجري من غير عنوان. وفي المقابل طالب تاني بدأ من شهر 12 عنده خطة وعنده رؤية للي قدام، مقسم اسبوعه هيعمل ايه النهارده ومش هيعمل ايه النهارده، عارف يذاكر ايه وازاي، وعارف نقط ضعفه. فده اللي ماشي بطريق واضح، حتى لو اتأخر هيوصل اسرع لانه عنده خطة. ليه؟ هقولك. بس صلي على النبي بس الاول وكمل معايا. بص يا عم ناضج، انت مش متأخر، انت بس مشتت. انت محتاج بس تبدأ صح. حتى لو انت بادئ من شهر 8 لازم تحط لنفسك خطة. انا فاهم ومقدر تماما اللي انت بتحس بيه، مرهق، عندك خمول، عايز تنام تاني، تحس ان الوقت بيجري، بتفضل تلوم نفسك، بتفضل تأنف في ضميرك، فبالتالي بتتشد، وكمان مع كده بتضيع اكتر. بس اسمعني كويس، انت والله العظيم مش ضعيف، بس انت مشتت ومحتاج طريق واضح، محتاج ترتيب. طب ازاي اعمل كده يعني؟ انت بتقول كل ده، اعمل كده ازاي؟ هقولك. ربنا هيمده بالقدرة لو نوى بصدق وتوكل على الله بإخلاص. ودي في بعض المحتويات محدش بيقولها. بيقولك يعني انت ربنا هيساوي بالذين يعملون بالذين يعمل، طب ما ده عمل. بس انت توكل على الله ربك، يعني خالق المعجزات، وخلي ربنا حاسبك. ما تحطش في طريقك حد، ما تحطش في طريقك اي حد، ربنا بس كفاية عليه ربنا. وشوف حياتك وطريقك هتغيره ازاي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات. اللي بيبدأ من ديسمبر لكن نيته صافية وهدف واضح وبيجاهد في نفسه، ربنا والله العظيم هيفتح له ابواب مش متخيلة، بس هو يتوكل على الله. الجهاد مش حرب، الجهاد هو انك تقعد على مكتبك بالساعتين وانت نفسك تقوم. الجهاد انك تذاكر وانت عارف ان مستقبلك بيتبني. الجهاد انك تلتزم وانت شايف ان الناس اللي حواليك بيلعبوا. ده جهاد، وربنا يعني اعرف بس طريق ربنا، والله العظيم انت مش هتشيل هم اي حاجة في الدنيا. احنا بنفتكر ان النجاح محتاج وقت طويل، لكن الحقيقة النجاح محتاج تركيز صافي، والتركيز محتاج خطة، والخطة محتاجة قرار جدي. برضو ما قلتليش ازاي ابدأ وازاي احط خطة. بص، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. انا اعوذ بالله من كلمة انا بتابع مع طلاب، بنظم لهم جداول اسبوعية يوميا بس